يبدأ فيلمنا مع تشاك واللي بيكون شغال في شركة شحن دولية. بيكون معاه صديقه ستان واللي بيكون حزين علشان مراته مريضة بالسرطان. بيكونوا على طيارة تبع لشركة الشحن علشان يوصلوا الطرود. لما بيرجع تشاك بيروح لمراته كيلي على شغلها وبيقابلها وبيرجع معاها على البيت. يجي يوم الكريسماس وبتكون كل العيلة متجمعة علشان يحتفلوا مع بعض. بس تشاك بتجيله رسالة من الشغل وبيعرف ان عنده رحلة طيران مفاجأة، وبيقول لمراته انه مش هيقدر يكون معاهم، وبتديله مراته هديته واللي بتكون عبارة عن ساعة فيها صورتها، وبيديها هو علبة فيها هديتها وبيقول لها ما تفتحهاش غير في السنة الجديدة. بيودع تشاك كيلي وبيسافر. تتحرك طيارة البضايع وعليها تشاك وبتمر الطيارة فوق المحيط الهادي. بس فجأة بتتعرض الطيارة لمطبات هوائية قوية وبينفجر المحرك. تقع الساعة منه وبيحاول انه يوصل لها، وبتتدمر الطيارة وبتغرق في المحيط. يركب تشاك مركب مطاطي وبيفضل قاعد فيه وسط العاصفة لحد ما بيوصل بيه لجزيرة مهجورة. لما بيطلع النهار بيفوق تشاك وبيشوف ساعة مراته بيلاقي انها باظت. وبيبدأ تشاك انه يتمشى على الجزيرة وبيحفر كلمة هيلب على الرملة يمكن حد يشوفها ويساعده. وبتبدأ الدنيا انها تضلم لحد ما بيجي الليل وبينام تشاك في القارب المطاطي لحد ما بيطلع عليه النهار. وفي اليوم التاني لقى تشاك ان في مد في البحر مسح نص الكلمة اللي كان كاتبها يمكن حد يشوفها وينقذه. وبيعيد تشاك كتابة الكلمة بفروع الشجر. بعدها بيكمل تشاك ماشي على الجزيرة وبيلم الطرود من على الشاطئ، وبيحاول انه يفتح جوز الهند علشان يشرب اللي جواها. وبيوصل تشاك لأعلى جبل في الجزيرة وبيشوف جثة الطيار وبينزل بسرعة لحد عنده وبياخد جزمته وبيلاقي كشاف معاه. يبدأ انه يصطاد من البحر وبيتأقلم تشاك على حياته الجديدة. ولما بيجي عليه الليل بيشوف تشاك ضوء سفينة من بعيد وبيحاول انه يلفت انتباهها بالكشاف اللي معاه. لحد ما بيطلع النهار بيقرر تشاك انه ياخد القارب ويروح لها. الموج بيكون عالي لحد ما بتيجي موجة عالية وبتقلب القارب وبيضطر انه يرجع للجزيرة وسط العاصفة. يدخل تشاك لكهف وبينام جواه وبيسيب نور الكشاف والع لحد ما بيطلع النهار بتكون الحجارة خلصت والكشاف اتطفى. وبيروح تشاك يفتح الطرود اللي جمعها علشان يشوف اللي جواها. تشاك جوه الطرود شرايط فيديو جزم التزحلق على الجليد. ولما بيجي لاخر طرد بيقرر انه يسيبه مقفول وما يفتحوش لانه بيكون عنده امل انه هيجي يوم يوصله لصاحبه. حاول تشاك انه يتأقلم على حياته على الجزيرة وبيحاول انه يولع النار ويصطاد الاسماك، وفعلا بينجح انه يولع النار. بيكون فرحان جدا وبيشمش سمك وبيقعد ياكل. الوقت ده بيكون ضرس تشاك وجعه جدا لدرجة انه بيضطر يخلعه بجزمة التزلج. مر 5 سنين وتشاك على الجزيرة وبتكون كل حاجة اتغيرت، شكله ومهاراته للحياة على الجزيرة. يوم بيقرر تشاك انه يصنع مركب من فروع الشجر، وبتمر الايام وهو بيصنع المركب لحد ما بيجي يوم بتكون مركبه اكتملت، وبياخد معاه الطرد اللي ما فتحوش لانه عنده امل انه يوصله لصاحبه. وبيكتب تشاك قصته على الصخور في الجزيرة قبل ما يودعها ويبحر في المحيط. نزل تشاك بالمركب للمحيط وبينجح انه يعدي الموج وبيشوف الجزيرة وهي بتختفي. وبيقضي تشاك ايام في المحيط وسط العواصف لحد ما بيغمى عليه. وبيفوق تشاك بيلاقي سفينة كبيرة معدية من جنبه. شهور بنشوف تشاك في طيارة وهو راجع لبلده، وبيكون راجع لشكله الطبيعي وبيكون معاه صديقه ستان وبيعرفه ان زوجته اضطرت انها تعيش حياتها الطبيعية بعد موته وانهم عملوا له قبر ودفنوه. وبيوصل تشاك للمطار وبتكون الشركة عاملة له احتفال، وبيدور تشاك بين الموجودين على مراته كيلي. بس فجأة بيجيله واحد غريب وبيقول له انه جوز كيلي وانها بتعتذر لانها ما قدرتش انها تيجي لان الموقف صعب عليها. شوف تشاك كيلي من الشباك وهي منهارة من العياط وبتركب مع جوزها العربية وبتمشي. وبالليل بيقرر تشاك انه يروح لكيلي بيتها، وبتفتح له كيلي الباب وبتاخده بالحضن، وبيعرف انها اتجوزت وخلفت بنت. وبيديها تشاك الساعة اللي فيها صورتها وبيقول لها انه قدر يحتفظ بيها كل الوقت ده. بعدها بينزل معاها للجراج وبتوري له عربيتهم وانها لسه محتفظة بيها لان فيها ذكرياتهم. وبياخد تشاك العربية وبيمشي، وبتجري وراه كيلي وبتحضنه وبتقول له انها لسه بتحبه، وبيقول لها انها لازم ترجع لبيتها وبنتها، بيودعها وبيمشي. بعدها بيقرر تشاك انه يوصل الطرد اللي احتفظ بيه لصاحبه. ولما بيوصل العنوان بيلاقي ان البيت فاضي، فبيكتب رسالة عليه وبيقول فيها ان الطرد ده هو اللي انقذ حياته لانه كان عنده امل انه هيجي يوم ويقدر انه يوصله لصاحبه. وبيسيب الرسالة على الباب مع الطرد وبيمشي. يقف تشاك بعربيته عند مفترق طرق وبتقابله واحدة وبتقوله ان شكله تايه وان كل طريق من دول هيوديه لمكان مختلف. بعدها بتسيبه وبتمشي. وبيشوف تشاك على عربيتها نفس العلامة اللي كانت على الطرد وبيعرف انها صاحبة الطرد. ولحد هنا بيخلص الفيلم. ما تنساش تشترك في القناة ونشوفكم الفيلم الجاي.